ويسعد لي كل أوقاتكم صبايا، كيفكم؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية وانتوا عم بتشاهدوا فيديو اليوم. قبل ما نبلش بالفيديو خلونا نكتب الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يا صبايا يوم جديد وروتين جديد وأمل بالله جديد. وهيك يا صبايا اليوم رح شارك معكم قصة كتير حلوة. وكمان يا صبايا هيك وأنا يعني لما كنت عم هيك جهز الغدا للأولاد فهيك حبيت أحكي هاي القصة. بتقول صاحبة القصة: أنا بنت اسمي ريم، كنت أظن أن المرض يقرب القلوب لا يفرقها. كنت أظن أن الوجع يجعلنا نتمسك ببعض لا نترك بعض، لكنني كنت مخطئة ودفعت ثمن قلبي الطيب قدرا لا ينسى. كان زوجي مريض بالسرطان وكنت له كل شيء. أصبحت عينه حين يعجز ويده حين يضعف وصوته حين يختنق بالحزن. كنت أقول: الله ابتلانا ليرانا كيف نصبر. فصبرت ووقفت بجانبه في كل لحظة تعب وألم. بعت ذهبي وبيتي امتلأ بالأدوية بدل الزينة ووجهي امتلأ بالدموع بدل الضحك. لكن ما لم أتوقعه أن يكون الذهب الذي بعته لشفائه ثمنا لخيانته. تزوج امرأة أخرى. حين علمت لم أصرخ، لم أتشاجر. جلست على حافة السرير الذي كان يوما يجمعنا ونظرت إلى صورته. قلت بهدوء موجع: ربما المرض غيرك، أو ربما كنت مريضا بالخيانة قبل السرطان. منذ تلك الليلة مات شيء بداخلي، لكنه ولد فيه شيء آخر، امرأة جديدة لا تباع مشاعرها ولا تستغل طيبتها. ورفعت رأسي رغم كل الألم الذي كان بداخلي. تعلمت أن لا أحد يستحق أن أطفئ نفسي لأنير له طريقه. واليوم حين يسألني أحد عن الماضي أقول: نعم، كنت زوجة لرجل مريض، لكني شفيت أنا من وهم الحب. لم يكن انتقامي صرخة في وجهه ولا لعنا يتردد في أرجاء البيت. كان انتقامي مرتبا بارد العقل ودافئ القلب. انتقام امرأة تعلمت أن القوة ليست في كسر الآخرين بل في إعادة بناء نفسها بطريقة تجعلهم يندمون لأنهم فقدوا ما لا يعوض. في صباح رطب برائحة القهوة جمعت أوراقي وذكرياتي. لم أرد أن ألطخ نفسي بأفعال لا تليق باسم علمني الصبر. أردت أن أستعيد حياتي، أستعيد هدوئي، وأعلم من ظلمني درسا لا ينسى. كان ذلك الرجل قد خان الأمان الذي بنيناه معا حين كان ضعيفا. فتحت ملفات وجمعت أدلة من شهود ورسائل. كانوا يخبئون الحقيقة خلف سكوتهم. وثقت كل شيء بهدوء وصبري. كانت كل ورقة أضعها أمامي تعيد لي جزءا من ذاتي التي ظننت أنها ضاعت. لم أطلب من أحد أن يعيد لي ما بعته، لكني لم أسمح لأحد أن يتعامل مع طيبتي كضعف. تقدمت بطلبات قانونية، استشرت محامين. لم تكن النية الانتقام المالي بقدر ما كانت إعادة الأمور إلى نصابها. فضحت الخداع بالصدق. لم أخرج إلى الشوارع وأصرخ باسمه، لكني تحدثت مع من تأثر بهم، مع أهل الحي، مع الأصدقاء، بهدوء لا يجرح بل يكشف. لم أفصح عن تفاصيل مهينة بل عرضت الحقائق. حين علم الناس بأن الرجل الذي باع ذهبي وتزوج من امرأة أخرى تغيرت النظرات إليه. لم أبحث عن تشويه لشخصيته بل بحثت عن إنارة للحق. بنيت حياتي من جديد وبهدوء. عدت لأتعلم، لأكتب، لأقود مشروعي الصغير الذي كان حلما مخفيا. نجاحي لم يكن رغبة في إذلاله
بل رسالة لنفسي. أنت لا تحتاجين من يختم حياتك بخيانته كي تكوني كاملة. وفي لحظة لم يتوقعها طلبت الطلاق، ليس كقضاء بل كقرار بتحرير قلبي من قيود لم تعد تليق بي. المحكمة أخذت حقها والعدالة نسقت أوراقها، لكن الانتصار الحقيقي لم يكن في حكم صادر، بل في أنني أعطيت نفسي الحق بأن أمشي حاملة رأسي عاليا. مرت السنوات وتبدلت الوجوه، لكنني بقيت أنا تلك المرأة القوية التي لا تهان، لا تستغل، ولا تباع مشاعرها. سمع الناس عن قصتي، ولكنهم لم يعرفوا تفاصيل الانتقام الصامت. كيف أنني استعدت اسمي الذي اختطفه ذلك الرجل الخائن. وبعد الطلاق بدأت الحياة وكأنها صفحة بيضاء واسعة، لم أعد أريد أن أملأها بأسماء تذكرني بالألم، بل بأفعال تصنع مني منارة. بدأت بخطوات صغيرة، بدفتر قديم، فكرة متواضعة، وإصرار لا يلين. وهيك يا صبايا كانت نهاية قصتنا. إن شاء الله يا رب هيك هاي القصة تكون نالت إعجابكم، وتكونوا هيك تسليتوا فيها وانتوا عم تشاهدوا الفيديو. وهيك إذا عجبتكم ما تنسوني من اللايك ومن التعليقات الحلوة هيك اللي بتبرد القلب. كمان يا صبايا، أي صبية منكم هيك حابة إنه تكبر قناتها وتحقق شروط اليوتيوب، ما عليها إلا إنه هيك تتواصل مع الرقم المثبت وتنضم لمجموعتنا، مجموعة الصدق والتعاون. صبايا عن جد هاي المجموعة من أكبر المجموعات في اليوتيوب وأصدقها، وهيك دعم مجاني وحقيقي، دعم من فرنسا، وما شاء الله تبارك الله هيك دعم في كافة الشروط. ما شاء الله كل كم يوم هيك قناة تتفعل، ما شاء الله تثبيت 1000 مشترك هيك برمشة عين. فيا صبايا اللي هيك حابة تكبر قناته 100 أهلا وسهلا فيكم. ولهون يا صبايا بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بترككم برعاية الله وحفظه، في أمان الله، مع السلامة.